فليك هو نملة فاشلة، أو ده اللي المجتمع مصدره ليه، وكعادة كل المجتمعات مع أولادهم. وإن حد مثلا جاي من بلاد بره زي مجتمع النحل فبيكون فكره متقدم، بيكون الفشل ده هو العامل الأساسي للنجاح، أو هم مفهمينه كده. ما علينا. المهم مجتمع النمل ده منظم قوي وبيجمع حبوب بكمية كبيرة جدا. للوهلة الأولى بيبان إنهم بيجمعوا كل ده عشان داخلين بيات شتوي عشان يقضيهم فترة الشتاء، ولكن بنكتشف إن في سلطة عليا، في سلطة أعلى من النمل، وهو الجراد. بمعنى ان كل الاكل ده للجراد. مش مشكلة، يمكن الجراد مثلا بيساعد النمل انه يحميه من الحشرات اللي في المجتمعات التانية، او لو في حد هجم على مجتمع النمل تقدر تحميه، او لو شاف حد بيتهم من نفس فصيلة النمل يتحرك ويقول ما ينفعش، ولو حد مات منهم ياخد حقه او يتكلم باسمه حتى. ولكن ده ما حصلش. الجراد بياخد الاكل اتاوة بلطجة مش لسبب، كل ده تحت خدمة السلطة والوطن وخلاص، وبدون اي مقدمات قصادها. هو ممكن يكون قال لهم كده، والفعل حبار قال لهم انا هحميكم من كل الحشرات وكل الحاجات اللي هتهجم عليكم، انا بعمل كده عشانكم، انا في خدمتكم دايما. ولكن مش كل حاجة بالكلام استاذ حبار. المهم فاكرين فليك الفاشل بعد ما النمل بيجمع كل المحصول اللي المفروض الجراد هيجي ياكله وبعدين ياخد بعضه ويمشي من غير ما حتى ما يقابل النمل، شغل من فوق لفوق كده. فليك بقى بيعمل مصيبة بدون قصد منه، بيوقع كل الاكل في النهر. المشكلة الجراد جاي في الطريق وما عندوش رحمة، ولو ما لقاش اكله كل اللي هيلاقيه قدامه هو النمل يتعشى بيه. ولكن الجراد ما بيعملش كده. الجراد بيفرض الاتاوة مضاعفة وهيرجع لهم في وقت تاني. لكن تقدر تقولي ليه الجراد مخلص على النمل وريح دماغه وتعشى بيه؟ لان الجراد ملوش قيمة من غير النمل، ودي عادة اي مجتمع في الطبيعة اللي هم عايشين فيها دي. مفيش مجتمع وبلد هتقوم من غير شعبها، من غير الناس، من غير الحشرات اللي هي عايشة فيه. وإلا إيه لازم يتحاكم القطيع لو مفيش قطيع أصلا؟ فإذا لازم يكون في قطيع، لازم يكون في حاشية للحاكم ده، لازم يكون في ملك للغابة، وجوه الغابة في حيوانات أضعف أتحكم فيها، أعرف أعمل فيها اللي أنا عايزه بدون ما يتكلموا، بدون ما يتحدوني، بدون ما أسمع كلمة حرية. إيه ده؟ أكيد جابوا الكلمة دي من مجتمع الطيور، هو أبو رقبان مفيش غيره بيعمل كده، هجيبه. المهم النمل دلوقتي واقع في مشكلة كبيرة، لأنه مش هيقدر يجمع الضعف في الأتاوة، وفي نفس الوقت هو محتاج يجمع محصول خاص بيه هو عشان يقدر يعيش في فترة البات الشتوي. ففليك اقترح فكرة إنه يستعين ببعض الحشرات التانية اللي ممكن نعتبرهم من نفس فصيلتهم عشان يطردوا الجراد. فليك علميا بيتكلم صح، دول برضو نفس فصيلتهم، فطبيعة الحال هيساعدوهم ويصدوا الجراد. ولكن منطقيا فليك حمار كبير، مع اعتذاري لمجتمع الحمير، انتوا كده هتخلونا نغلط وتركبونا الغلط. اصل برضو المجتمعات التانية دي ما تعرفش هي بتعمل ايه مع الجراد، في مصالح شغالة مع الجراد، فردة الفعل اكيد متوقعة يا فليك. المهم فليك بيتجه للمدينة، بيدور على شوية بلطجية من الحشرات عشان يواجهوا الجراد، وبالفعل بيلاقي شوية، لكن مش بلطجية ولكن مهرجين. فليك عرض عليهم الوظيفة وبدون وعي منهم وافقوا على طول، بدون حتى معرفة عواقب الموافقة دي. وده لان المجتمع الحشري فرض عليهم حاجات هم مش قدها، والدنيا بتلطش فيهم يمين وشمال، فلما يلاقوا اي فرصة هيشبكوا فيها. بياخدهم فليك ويرجعوا لمجتمع النمل من تاني. مجتمع النمل بيفرح، دلوقتي في حد ممكن يحميهم بجد. في الناحية التانية عند مجتمع الجراد عنده اكل يكفيه واكتر، فانه يخرج ويلم الاتاوة تاني من النمل فكرة عبثية، والجراد كسول بطبعه فمش مهم المرة دي. ولكن حبار ما يهموش كده. حبار عنده تعريف تاني للسلطة. المرة الأولى في نملة تحدد حبار، المرة الجاية ممكن يبقوا أكتر. هتقولي دي نملة ممكن نفعصها، لو سبت نملة واحدة تبجح فينا هتلاقي كل الباقيين اتنمرضوا. النمل الفسفس ده عددهم أكتر مننا 100 مرة، ولو خدوا بالهم من كده كل الأمل اللي احنا فيها دي هتزول. الحكاية مش حكاية أكل، الحكاية هي تأديب النمل ده عشان ما يصروش علينا. يا جراد كل شوية أفكركم إن احنا جراد، يعني لازم كل شوية أفكرهم. على الناحية التانية النمل محضر خطة بقيادة فليك، بنوا طائر كبير لأنهم عارفين إن الجراد بيخاف من الطيور. حل وهمي كده، فاهمين؟ يعني كأني بقولك أنت عارف لو لمست شعرة مني أنا هقوم أنسفك من على وش الأرض. كلام فاضي، أنت لا هتنسف ولا هتتحرك من مكانك أصلا. المهم النمل بيكتشف إن الشلة اللي جايبها فليك مهرجين مش محاربين زي ما قال لهم، وبيرجع فليك الفاشل من تاني وبيطردوه من مجتمعهم. ودلوقتي النمل في مشكلة كبيرة، هو ما جمعش الأكل للجراد وفي نفس الوقت ما عندوش حل منطقي عشان يقدر يصدهم، والجراد جه ومفيش قدام النمل حل غير إنه يدي له كل الأكل بتاعهم، وبكده النمل بيقضي على نفسه.
النملة الصغيرة بتحاول توصل لفليك وترجعه يحميهم من الجراد، لأن الجراد على وشك إنه يموت الملكة بعد ما ياخد المحصول بتاعهم ويمشي. وبالفعل فليك بيرجع وبينفذ الخطة اللي كان ناوي يعملها، فاكرين الخطة إياها بتاعت الحل الوهمي. الجراد فعلا بيخاف وبيهرب، لكنه خوف لحظي والطائر بيتدمر، وبيكتشف الجراد إن دي كلها كانت خدعة من النمل. لكن مين صاحب الفكرة دي؟ حبار بيسأل. طائر كان فكرتي يا ولد يا فليك، اهو كده بقى، كده الواحد يبدأ يفوق فعلا. لحقنا. انت ازاي جات لك الفكرة تلعب مع الكبار من الجراد وتتحداهم كمان؟ هينسفوك. النمل مش خدامين عند الجراد. مجنون ده ولا ايه؟ ولا شكله كده ما شربش اللبن. واخيرا النمل وصل للحل المثالي، للحل الغير وهمي. نمل بيجمع الاكل ونمل بيحتفظ بالاكل، والجراد لازم يمشي. وفي الاخر وصلنا لنهاية قصة مجتمع النمل والوصول لهدفه الحقيقي. اعرف مجتمعات تانية مش قادرة تخرج برا السلطة، زي مجتمع الدبان مثلا. اعرف واحد هناك مجننهم، كل ما بيلاقي دبانة من اللي هي بتنور دي بيقوم رايح طفيها، مش عارف ايه غيته في كده. المهم، سلام.